كفاية بطاطس مقلية أو محمرة وزيت ودهون كتير. وتعالي النهاردة نحضر مع بعض بطاطس ويدجز صحية وخفيفة جدا على المعدة. بحضرها دايما بنفس الطريقة ديت لولادي لأن هم بيحبوها جدا جدا، من جوه كده مستوية ومن بره واخدة تحميرة حلوة قوي. هنحضرها النهاردة بطريقة بسيطة جدا وسهلة من غير خطوات كتير، وهنغلفها كمان بتتبيلة حلوة جدا. كل أنواع البهارات اللي هنستخدمها موجودة عندنا في كل بيت، وكمان هنقدمها مع 3 أنواع من الصوصات. مش هتصدقي ان التلاتة بنفس المكونات. يلا بينا نحضرها مع بعض. بس لأول مرة بتشوفيني أنا رحاب، ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد بقدمه. تعالي كده في الأول نتكلم عن البطاطس اللي أنا هستخدمها. أنا معايا 5 حبات من البطاطس متوسطين الحجم كده زي ما انت شايفة. لو هتستخدمي البطاطس بقشرتها يبقى تغسليها كويس جدا 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 لحد كده ما تلاقي ان القشرة بتاعتها من بره بقت نضيفة قوي. لو هتقشريها قشريها وقطعيها عادي وبرده هتديكي نفس النتيجة. أنا قبل كده كنت بعملها مقشرة وبرده كانت بتطلع حلوة قوي. كل بطاطسية بقى هتاخديها هتقسميها بالطول كده لنصين، وكل نص هتقسميه لاتنين. المهم ان البطاطسية هتطلع معاكي 8 صوابع بنفس الحجم ده. طبعا كمية البطاطس دي كمية تقديرية على حسب انت عاوزة كمية كبيرة ولا كمية بسيطة. خلاص قطعت كل كمية البطاطس اللي عندي، هنقلها بقى في طبق تاني أوسع علشان أقدر أتبلها كده براحتي. معايا بقى طبق هضيف عليه 3 معالق كبار من زيت الزيتون، ولو ما عندكيش زيت زيتون استخدمي الزيت العادي برضو هيبقى طعمها حلو. هتبل بقى البطاطس بمعلقة من الملح والفلفل الأسود والثوم البودر، وهضيف كمان معلقة صغيرة من الزعتر الجاف ومعلقة صغيرة من البابريكا، بس معلقة صغيرة مليانة. بس كده، مفيش أي حاجة تانية هنضيفها. متخيلة بقى الخلطة أو التتبيلة بسيطة وسهلة إزاي؟ هقلب بقى كده البهارات مع الزيت كويس قوي لحد ما البهارات كده تدوب إلى حد ما. وبعد كده أضيف الخلطة الجميلة دي بقى كده على البطاطس. هنزل كل الكمية ما تسيبيش حاجة خالص. والمكون السري بقى اللي أنا دايما بضيفه معاها وبتخلي طعم البطاطس وريحتها حلوة جدا، هضيف 6 فصوص كده من التوم الصحيح. وهقلب كده بقى كله كده مع بعضه بالتتبيلة لحد كده ما البطاطس كلها تتغلف بالتتبيلة. غلفيها كده من كل الجوانب، بصي كده مظبوطه جدا، متغلفه بالخلطه من كل الجوانب. الصينيه بقى اللي انا هدخلها الفرن ضفت عليها ورقه كده من الزبده، ولو ما عندكيش ورق زبده تقدري اي صينيه هتستخدميها تدهنيها بدهنه كده كويسه من الزيت علشان البطاطس بس ما تلزقش معاكي. وابتدي رصصي بقى كده صوابع البطاطس جنب بعضها. ما تحطيش البطاطس بطريقه عشوائيه فوق بعضها علشان في جزء هيستوي وفي جزء هتلاقيه لسه ناشف معاكي. حطيها جنب بعضها ورصصيها كده عشان كلها تاخد سوا واحد. ما تنسيش كمان التوم اللي احنا متبلينه علشان يتشوى بقى كده في الفرن ويخلي طعم وريحة البطاطس حلوة جدا. خلاص الصينية بقت جاهزة، تدخل بقى الفرن على درجة حرارة متوسطة وبالظبط من ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير. هي ما بتاخدش وقت خالص في الفرن. من وقت للتاني كده اكشفي عليها او افتحي الفرن ودخلي كده شوكة بالراحة كده في اي بطاطساية. لو لقيتيها كده استوت كده تمام، شغلي بقى الشواية لمدة دقيقتين تاخد لون من فوق. ما تجيش بقى جنبها ولا تطلعيها من الصينية علشان ما تتهرش منك، سيبيها على جنب لحد ما تبرد خالص. ودلوقتي هنحضر بقى مع بعض الصوصات. في الاول كده انا هعمل صوص الرانش دوت اللي هيبقى البيز للثلاث صوصات اللي انا هعملهم. معايا كوبايه من الزبادي وكوبايه من المايونيز، حطيت كمان عصير ليمونه، وضفت كمان معلقه كبيره من زيت الزيتون وذره صغيره من الملح. تقدري تضيفي كمان معلقه صغيره من الثوم البودر بس انا ما حطيتهاش. وهقلب بقى كده المكونات كلها مع بعضها لحد كده ما تلاقيها بقت ناعمه معاكي. وهقسم صوص الرانش دوت لثلاث اطباق. اول صوص بقى هنعمله هضيف عليه معلقه كبيره من النعناع المفروم. النعناع الاخضر المفروم، انا بحب طعمه وريحه النعناع جدا. بس انتي لو ما بتحبيش طعمه ممكن تحطي شبت او تحطي بقدونس برضو هيبقى طعمها حلو قوي. قلبت كده كله مع بعضه. ريحه النعناع في الصوص دوت بتبقى حلوه جدا. وبكده خلاص اول صوص بقى جاهز. تاني صوص ضفت عليه معلقة كبيرة من الكاتشب، وممكن كمان لو عندك الكاتشب حار برضو هيخلي طعمها حلو قوي. انا كنت شايفة ان انا محتاجة احط معلقة تانية من الكاتشب علشان يبقى لونها احمر اكتر وطعمها كمان طعم الكاتشب يبقى باين فيها.
كده بالنسبة لي اللون كويس جدا والطعم كمان كان كويس جدا. وبكده كمان تاني صوص بقى جاهز. تالت صوص حطيت عليه معلقة كبيرة من المستردة. حطي بقى المستردة كده بحذر شوية لأن الطعم بتاعه بيبقى لاذع، يعني أنا اكتفيت بالمعلقة الكبيرة دي. اللون كان مظبوط جدا والطعم كمان كان مظبوط جدا. وبكده خلاص الصوصات بقت جاهزة. متخيلة سهلة وبسيطة ازاي؟ البطاطس كمان بردت، بصي كمان مستوية من كل الجوانب وواخدة لون متحمر من كل الجوانب، مظبوطة قوي. ابتدي بقى طلعيها من الصينية وحطيها كده في طبق التقديم. ما تنسيش كمان التوم المشوي، طعمه حلو جدا. وبكده خلاص وصفة النهاردة بقت جاهزة. شفتي بقى سهلة وبسيطة ازاي؟ لا أخدت وقت ولا مجهود ولا مكونات كتير، وجميلة جدا جدا. البطاطس حلوة وصحية وخفيفة جدا على المعدة، بتليق جنب كل أنواع المشويات وبتليق أكتر جنب الفراخ. بصي اللون بتاعها جميل ازاي، حلوة جدا جدا. وبكده خلاص وصفة النهاردة بقت جاهزة. أتمنى إن الوصفة تكون عجبتك. الفيديو كمان لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك، وبالهنا والشفا مقدما، وأشوفكم في فيديو جديد.